المشهد ده أيمن كان بيشوفه لأول مرة، لكن دي كانت المرة التانية بالنسبة لي. دلوقتي مفيش مجال إن حد يقول عني بهلوس أو بشوف خزعبلات، لأن أيمن كان شايف نفس اللي أنا شايفه. وبرغم إنها المرة الأولى ليه، لكن حسيت إنه مرعوب أكتر مني. ملامحه كانت مراية بتعكس الخوف اللي جواه. في الوقت ده وقفنا نبص لبعض ومحدش فينا كان عارف يقول للتاني إيه. الوقت فات وإحنا على الحالة دي لحد ما أيمن قطع الصمت بصوت مهزوز وقال: بقول لك ايه يا عم عادل، ابوس ايدك ما تقربش من السكينه عشان البصمات. وده اللي فكرت فيه المرة اللي فاتت، وأيمن كان عارف كويس هو بيقول إيه. بما إنه طالب حقوق فهو عارف إن السكينة اللي قدامه تم استخدامها في القتل، أو على الأقل عنده شك إن في جريمة حصلت. وده خلاني أقول له: بصمات يعني جريمة؟ اكيد، الدم على سلاح ابيض معناها ان في حد اتقتل او على الاقل اتصاب. قصدك إن سيف ممكن يكون اتقتل أو اتصاب؟ هو انت عندك تفسير تاني غير كده؟ من جوايا ما كانش عندي تفسير تاني غير اللي أيمن قاله. لكن يا ترى مين اللي عمل كده في سيف؟ الحكاية بدأت تتعقد أكتر والخيوط بتدخل في بعضها، لدرجة إننا ما كناش لاقيين طرف خيط قدامنا نمشي وراه ونوصل لسبب اللي بيحصل. وده خلاني أرجع للحكاية من أولها، وخصوصا وليد اللي اختفى من كام ساعة بس قبل ما سيف هو كمان يختفي. وده اللي خلاني أقول لأيمن: تفتكر سيف حصل معاه نفس اللي حصل مع وليد؟ بص لي وهو حاطط ايده على دماغه من كتر التفكير، وبعدها قال لي: بقول لك ايه، طالما ظروف الاختفاء واحده يبقى غالبا اللي حصل في المره الاولى اتكرر في المره التانيه. تفتكر مين اللي عمل كده؟ والله علمي علمك. أنا من رأيي نبلغ الشرطة، الحكاية ما بقتش يتسكت عليها. ساعتها أيمن بصلي وشاور بإيده في صمت، إشارة معناها إن ده تصرف غلط. ولأني ما كنتش فاهم هو رافض ليه إننا نبلغ الشرطة، سألته عن السبب فقال لي: مفيش جريمه قتل بدون جثه. اي نعم، وليد وسيف اختفوا وأوضة كل واحد فيهم اتبهدلت وطلع عينها، ودلوقتي قدامنا سكينة عليها دم، لكن ده مش سبب كافي إننا نبلغ عن جريمة قتل بدون ما يكون فيها قتيل. إحنا ساعتها هندخل في سين وجيم، وهنكون أول ناس مشتبه فيهم، ومش بعيد ناخد 4 أيام على ذمة التحقيقات، و4 في 4 وحلني بقى لحد ما يبان لنا صاحب. وبعدين انت ايه اللي يضمن لك ان ما يكونش وليد وسيف متفقين يعملوا فينا مقلب، وفي النهاية يطلع كل اللي بيحصل ده حوار فاكس، وساعتها كلنا هنلبس وهنشيل شيلة احنا مش قدها، تهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات، ويبقى المقلب اللي عاوزين يعملوه فينا قلب بخازوق مع الكل. إزاي كان غايب عني الفكرة دي؟ فعلا ليه ما يكونش سيف متفق مع وليد على كل ده؟ أصل يعني اللي هيقتل حد أو يخطفه إزاي يخرج بيه من الشاليه؟ ومحتاج وقت قد إيه علشان يعمل ده؟ وإزاي هيخرج من البوابة في وجود حد قاعد على البوابة زي صفوت أو ربيع ابنه؟ كده الحكاية أخدت منحنى تاني خالص، طريق الهزار البايخ اللي ممكن يقلب بكارثة وتبقى أجازة هباب على دماغنا كلنا. ده طبعا لو كلام أيمن طلع صح. بعد ما فكرت شوية لقيتني بسأل أيمن وبقول له: طيب أنت شايف نتصرف إزاي؟ كان رده جاهز على السؤال، لأنه ما فكرش قبل ما يجاوب ويقول لي: أنا شايف إننا نستنى شوية، يمكن ده كله حوار هم متفقين عليه. وإيه اللي يضمن لك إن سيف خلينا نيجي هنا في التوقيت الغريب ده وقال لك كلم أيمن ووليد، وهو أصلا متفق مع وليد قبل ما يكلمك على كل حاجة، وجابنا هنا عشان يعمل فينا مقلب ويقعد يحفل علينا بعد كده؟ حسيت ساعتها إن القلق اللي جوايا بدأ يقل. فكرة إن اللي بيحصل ما يكونش حقيقي خلى التوتر اللي جوايا يروح شوية،
لأن في النهاية الموضوع هيبقى شوية هزار، وده اللي خلانا نخرج من أوضة سيف ونسيب كل حاجة زي ما هي. نزلنا تحت وما كناش عارفين هنعمل ايه، بس بعد ما قعدنا شوية شفنا ربيع ابن صفوت البواب وهو ماشي من قدام باب الشاليه، لأنه كان مفتوح. معرفش ليه بمجرد ما لمحنا وقف وفضل يبص علينا. الشخص ده بصيته وراه حاجة، فكرة بقى إنه أخرس ويمكن دي طبيعته لا مريحاني ولا داخلة دماغي أصلا. أصله بيجي عندنا ويبصلنا كأننا واكلين ورثه مثلا. ساعتها أيمن شافني ببص ناحية الباب، ولما لقاني مركز بدأ هو كمان يبص هناك. ولما شافني مركز مع ربيع قال لي: مالك يا ابني؟ انت ليه حاطط الواد ده في دماغك؟ ما انت شايف تصرفاته، يعني مش كفاية اللي احنا فيه؟ كل ما يلمحنا يقف يبصلنا البصة دي. يا عم شيله من دماغك بقى، تخرس وعلى الله حكايته. بس بعد ما قال الكلمتين دول سألته: لو الحكاية طلعت هزار زي ما انت بقى بتقول، تفتكر الواد ربيع ده يعرف هما مستخبيين فين؟ والله علمك يا عادل، بس يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، كل حاجة هتبان. قمت من مكاني وبدأت أبص في الشاليه. كل حاجة كانت عادية، مفيش أي حاجة تقول إن في حاجة غريبة بتحصل، وده أكبر دليل يخليني أصدق تفسير أيمن بإن الحكاية هزار. وفي وقت ما كنت ببص حواليا عيني جت على لوحة كبيرة فيها صورة بالحجم الطبيعي لدكتور عبد التواب والد سيف. الصورة كانت في نص الريسبشن بالظبط. وقفت أبص عليها وسرحت، بس فقت على صوت أيمن وهو بيقول لي: مالك يا ابني؟ انت عجباك الصورة ولا ايه؟ صورة بالحجم ده تتكلف كام؟ ساعتها استغرب سؤالي وضحك وقال لي: تتكلف كام ايه يا ابني؟ وانت رايح تطبع 8 صور مقاس 4/6؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ أصل دي لوحة مرسومة بالزيت، والرسم أغلى من التصوير العادي. هو انت كمان بقيت خبير لوحات؟ ما يرسم لوحة بالزيت ولا بالسمنة يا سيدي، الشاليه بتاعه والفلوس فلوسه، يعمل اللي هو عايزه. وبعدين لو ده ما رسمش لنفسه لوحة بالحجم الطبيعي، امال مين اللي هيرسم؟ انا ولا انت مثلا؟ وبعدين تلاقي سيف ابنه اللي رسمها، ما انت عارف انه هاوي رسم شخصيات وكلام من ده. على رأيك، خلينا في اللي احنا فيه. بعد ما خلصنا حوارنا لمحنا خيال معدي من قدام باب الشاليه. الخيال كان سريع جدا، ما أخدش ثانيتين واختفى. علشان كده ما قدرناش نعرف ده خيال مين، زي ما يكون حد بيبص علينا. وأول ما انتبهنا لوجوده طار. بصيت لأيمن ولقيته مركز مع باب الشاليه. فهمت من نظرته إنه لمح الخيال قبل ما يختفي، ومستني يمكن يظهر تاني ونعرف ده خيال مين. الوقت فات والخيال ما ظهرش تاني، وده اللي خلاني أقول لأيمن: تفتكر كان خيال مين ده؟ أيمن بصلي بحيرة وقال لي: مش عارف، اصل بمجرد ما عيني وقعت عليه اختفى، ما قدرتش اعرف بالظبط خيال مين ده. وأنا نفس الحكاية، بس أكيد ده خيال ربيع ابن البواب. في اللحظة دي أيمن انتبه لكلامي أكتر وقال: ها؟ ربيع ابن البواب؟ ليه لأ؟ أكيد بيتصنت علينا. وايه اللي هيخليه يعمل كده؟ مش عارف، بس مش مرتاح للواد ده. أكيد بيراقبنا، ولما شافنا أخدنا بالنا اختفى. وارد جدا يكون الخيال ده خياله فعلا، بس يمكن كان فايت بالصدفة وبيعمل حاجة، وما كانش قاصد اللي انت بتقوله ده خالص. وارد برضه، بس بعد ما قلت الكلمة دي لقيته بيقول أو. بصيت له باستغراب لأنه ما كملش كلامه وقلت له: أو إيه؟ أو خيال واحد من الاتنين، يا سيف يا وليد. وارد جدا يكونوا بيشوفوا احنا بنعمل ايه دلوقتي. أنا إزاي ما جاش في بالي حاجة زي دي؟ ليه ما يكونش واحد منهم فعلا؟ وده اللي خلاني أقول له: لو تخمينك صح يبقى اللي احنا بنعمله غلط. انت تقصد ايه من اللي بنعمله غلط؟ يعني إننا قاعدين هنا ومنتظرين الحدوتة دي تخلص، في الوقت اللي ممكن نطلع ندور في الجنينة
يمكن مستخبيين هنا ولا هنا، أو يمكن مستخبيين في أوضة البواب. وده اللي بيخلي ربيع مركز معانا ومشارك معاهم في المقلب. لما أيمن اقتنع بكلامي أخدنا بعضنا وخرجنا الجنينة. بدأنا نلف حوالين الشاليه. ما كانش فيه أي مكان ممكن إن حد يختفي فيه. إحنا عارفين المكان كويس بحكم إننا جينا هنا قبل كده، وده اللي خلانا نستبعد فكرة إنهم مستخبيين في الجنينة. وما كانش قدامنا غير أوضة البواب، هي المكان الوحيد اللي ممكن حد يستخبى فيه. قررنا نروح عندها بعد ما قلبنا الجنينة حتة حتة. بس اللي خلاني أقف مكاني هو إن في حاجة غريبة حصلت. لما شميت ريحة غريبة، ريحة هبت فجأة واختفت، نفس الريحة اللي بتشمها وانت فايت من قدام مستشفى. حاجة كده خليط بنج على فورمالين، ميكس غريب ما كنتش فاهمه. واللي خلاني ما فهمتوش أكتر هو إنه كان عامل زي الخيال اللي لفت انتباهنا، واللي ظهر واختفى في وقت ما تلحقش فيه تحدد هويته. الريحة كانت كده بالظبط، لطشت في مناخيري واختفت. وده اللي خلاني ما قدرتش أحدد هي إيه بالظبط أو مصدرها فين. وده اللي خلى أيمن يقول لي وهو مستغرب: واقف ليه يا عادل؟ أنت شميت الريحة دي؟ ساعتها أخد نفس عميق وبعدها قال لي: هي فين الريحة دي؟ ما اختفت بسرعة ومش عارف هي إيه. امشي يا عادل، خلينا نشوف أوضة البواب، يمكن نلاقيهم هناك. كملنا طريقنا ورحنا لحد الأوضة. ما كانش فيه أي حاجة غريبة هناك. ربيع كان قاعد على الدكة جنب البوابة، والأوضة كان بابها مفتوح. بصينا فيها كويس وما كانش فيها أي حد، حتى السرير الحديد اللي فيها الأرض كانت مكشوفة تحته وما كانش تحته أي حاجة. ولما اتأكدنا إن الأوضة فاضية أخدنا بعضنا ورجعنا على الشاليه، وتجاهلنا نظرات ربيع الغريبة واللي محدش فينا كان فاهمها لغاية دلوقتي. دخلنا الشاليه وعملنا نفس اللي عملناه في الجنينة. بدأنا ندور في كل مكان، حتى كان في أوضة من الأوض مقفولة من وقت ما جينا هنا. في البداية كنا فاكرين إنها مقفولة بالمفتاح وكده، لكن قلنا نجرب نفتحها ونشوف إيه اللي فيها. وبمجرد ما أيمن مسك الأكرة وبدأ يفتح الباب لقيته اتفتح معاه عادي. بعدها دخلنا الأوضة اللي كان فيها سرير ودولاب صغير. بصينا تحت السرير وما كانش تحته أي حاجة. رحنا فتحنا الدولاب ولقيناه فاضي. في الوقت ده قربت من شباك الأوضة وفتحت الستارة علشان اتفاجئ إن في قضبان حديد على الشباك، نفس اللي موجود في كل أوضة بالظبط. غير كده ما كانش فيه أي حاجة تانية. وقفنا محتارين ومش فاهمين أي حاجة. الشاليه بقى عامل زي الفجوة الزمنية اللي بتشفط أي حد يدخلها وتنقله لزمن ومكان تاني، وبطريقة غريبة محدش فاهمها. خدنا بعضنا وخرجنا من الأوضة وقفلنا الباب ورانا علشان لو الحكاية طلعت مقلب وسيف ووليد ظهروا ما يبقاش شكلنا وحش قدام سيف ويقول فتحنا أوضة كانت مقفولة. ولما خرجنا منها رحنا على أوضة وليد، دورنا فيها تاني وما كانش فيها أي حاجة متغيرة توصلنا لشيء جديد. وبعدها خرجنا منها على أوضة سيف، فتشنا فيها تاني. وبعدها بصيت تحت السرير وساعتها ما شفتش السكينة اللي متلطخة بالدم واللي سبناها تحته وما قربناش منها. بس في اللحظة دي لقيت نفسي بسأل أيمن سؤال وأنا مذهول وبقول له: هي السكينة اختفت فين يا أيمن؟ بعد ما أيمن سمع سؤالي قرب من السرير وبص تحت، وبعدها لمحت على وشه نفس علامات الذهول اللي متأكد إنها كانت على ملامحي أنا كمان، لأن مفيش حد فينا كان عارف هي اختفت فين. أنا وهو سبناها في مكانها وخرجنا من الأوضة ولفينا لفتنا ورجعنا لنفس المكان سوا، وبرغم كده اختفت. يعني مفيش مجال حد فينا يتهم التاني إنه شالها من مكانها.
بس ده خلاني أفكر في احتمالية إنه مقلب فعلا، وإن وليد أو سيف بيلعبونا وهم اللي شالوها من مكانها، أو يمكن ربيع، ليه لأ؟ بس تفكيري وقف وكل ده راح من بالي لما سمعنا صوت مفاجئ جاي من تحت،